انا هنا في ميدان الف مسكن، قلت اخدكم معايا كده من اول الطريق علشان نروح سوق التلات في المرج واوريكم لقينا ايه على فرشة السوق الاوروبي. هتيجي هنا ميدان الف مسكن باي طريقة وهتخش الشارع اللي على ناصيته كشري الزعيم، والشارع ده في وش الموقف الجديد على طول هتلاقي الميكروباصات واقفة هنا وبتنادي السوق والمرج. اركبي وانزلي السوق، قولي له نزلني السوق. السوق ده في بداية المرج، منطقة اسمها الشيخ منصور، هي دي بداية السوق يا جماعة. ما بتخشوش المرجل جوه، لا انتي بتنزلي في الحتة دي اللي هي قصاد سلم المشاة. على ايدك اليمين اهو باين اهو الكوبري، وعلى ايدك الشمال بتلاقي البنك الزراعي. البنك الزراعي يا جماعة علامة مميزة لبداية السوق، وعلامة مميزة اكتر لفرشة السوق الاوروبي اللي احنا رايحين عندها النهاردة. يا جماعة لما بقول لكم على اي فيديو للسوق الاوروبي ده مش اسم انا مخترعاه. الفرشة دي، السوق ده اللي احنا فيه حاليا اسمه البيت الأوروبي، وليهم صفحة على الفيسبوك باسمهم، بس منتجات تانية خالص. زي ما قلت لكم في كذا فيديو قبل كده، منتجات بينزلوا بيها المعارض زي الحاجة اللي في ايدي دي كده، بتكون حاجات جديدة بالتيكت براند، وسعرها متسعر باليورو وبالدولار لان دي منتجات مستوردة. طيب فرشة السوق بقى بيكون عليها ايه؟ بيكون في بواقي المعارض دي، تمام، حاجات بيكون بين المستعمل والجديد، زي مثلا المنظمات اللي لسه موريها لكم دلوقتي، الاتنين مع بعض قد واحد كبير واحد صغير. منتجات بقى منزلية كتير بقى، تمام، لعب اطفال وحاجات رياضي ومنظمات وحاجات ديكور. الناس اللي بتحب الديكور الخشبيات كتير بقى، يعني احلى حاجة عندهم الديكورات الخشب جميلة. انتوا لما تنزلوا السوق هتلاقوا الفرشة كده منعكسة وناس كتير مبهدلة الحاجة وجايبة ده على ده، بس ركزوا مع الفرش ودوروا فيه كويس. اوقات بقى يعني بصراحة مش كل سوق زي التاني، ولا كل مرة بتلاقي الفرشة شغلها زي المرة اللي قبلها. ساعات بيبقى في حاجات أحلى وساعات العكس، تمام. سوق تلاقي معاهم حاجات كلها لقط وحاجات تحفة، وسوق الحاجات اللقط بتكون قليلة، يعني سبحان الله ده بيبقى نصيب وحظ، تمام. ففي الأول وفي الآخر انتوا مجرد طالما انتوا متعودين تنزلوا السوق، كل ما تنزلوا السوق بصوا على الفرشة بتاعتهم، لأن فعلا ساعات بيكون معاهم حاجات لقطة، براويز خشب بقى وديكورات. الصواني الخبز اللي انتوا شايفينها دي كان معاهم منها كذا قطعة، دي اللي بتشيل الوبرة، بس ديت بحجرة مش بشاحن، تمام، يعني بتحطوا فيها حجرة قلم زي ما انتوا شايفين كده وبتشتغل مش بشاحن كهرباء. الطاجن البايركس ده ام باسم قالت ب200، بس اللي خدته ب175. كمان طبق الفاكهة اللي هو الازاز اللي انتوا شايفينه ده مشي على 100 جنيه، بعيدا عن الفرخة اللي قاعدة دي. برضو قطعة ديكور بورسلين او صيني، مش عارفة، تقريبا صيني. عجبني اوي الدرق ده ب50 جنيه، عجبني يعني شكله حلو. هو مش كبير على فكرة، التصوير مكبر شوية، هو اخره نص لتر. المجات، في مجات على 35 وفي مجات على 50، والتوستر ده على 200 جنيه. يا جماعة التوستر ده ب200 جنيه. ام باسم قالت 200 جنيه يعني هي اللي قالت كده اول سعر، وانتوا عارفين طبعا ان اي سوق في الدنيا في مبدأ الفصال بيكون قائم، يعني هما بيقربوا المسافات الصراحة. يعني لما تكوني عايزة الحاجة وتاخدي كذا حاجة كده مع بعض فبيسهلوا الدنيا يعني، تمام. لكن كسعر مبدئي 200 جنيه ده على فكرة ده جديد طالع من الكرتونة، من الشغل اللي بينزل معاهم البازارات، يعني كان متسعر في البازار تقريبا ب1200 جنيه، بس عشان ده من غير الكرتونة، تمام، وان شاء الله شغال. آه الاطباق بقى بتاعت القهوه العربي يا جماعه بيكون معاهم اصلا الفناجين الصغيره الازاز بتاعت القهوه العربي دي. وكمان لما تاخدي بقى الاطباق بتاعتهم، عايزه اقول لكم في ناس بتنزل للشغل ده مخصوص، يعني اخواتنا السودانيين بينزلوا بيجمعوا الحاجات دي مخصوص، الاطباق بتاعت القهوه العربي والاطباق والفناجين بتاعتها بياخدوا منها كميات رهيبه رهيبه رهيبه. بشوفهم الصبح بدري على الفرش. زي ما قلت لكم الطاجن البايركس ده مشي على 75 جنيه، تمام. الاطباق بتاعه الفناجين دي عجبتني قوي، اللي لونها زهر دي مختلفه. البومبونيرات كمان كان في معاهم كتير قوي بالغطيان بتاعهم برضو. معرفش الكوبايه دي شكلها غريب، ليها بوز كده، هل دي كوبايه ولا دي ايه؟ لو انتوا عارفين قولولي برضو. اكتر حاجه بتعجبني بقى عندهم سواء في سوق التلات او في سوق الخميس، البولات الازاز اللي بتكون معاهم. بصوا الحلاوه والجمال عامل ازاي. قالت 75 جنيه، وبرضو السعر قابل للنقاش ما تنسوش، تمام، بالتيكت زي ما هي جديدة زي ما انتوا شايفين، تمام. البراند بتاعها اسمه ارنستو، تمام كده. تحفة. الكوبايات كمان عندهم في حتة تانية، بيعجبني قوي الكوبايات اللي واخدة شيب بيضاوي كده او مدور. ده ستاند موبايل. الشنطة دي معاهم منها كميات كبيرة يا جماعة، دي بتاعت ايه؟ اللي يعرف يقولي.
براويز. العلب الصاج عندهم في حتة تانية، ينفع تاخديها بقى تحطي فيها، تحتفظي بقى بالاكسسوارات بتاعتك، بصورك، باللي انت عايزاه. دي قطعة ديكور. والكوسترات دي يا جماعة تحفة تحفة تحفة، لحد 10 ايام هقول تحفة. خامتها تحفة واشكالها والوانها حلوة قوي. لو هتاخدوا مثلا تعملوها بدل مناديل السفرة، الواحد ب10 جنيه. القرب يا جماعة ب50 وب75 على حسب الحجم. عايزة اقول لكم عندهم قرب طويلة جدا، تنفع جدا مثلا للظهر او تتلف حوالين البطن كده، لو حد بطنه وجعاه او حاجة عايز كمادة سخنة او ساقعة whatever انتوا عايزينها ازاي. بس بصراحة حلوين، عجبوني. شمسيات، اي شمسية ب50 يا جماعة. والحاجات الرياضي بقى والسباحة والغطس، بصوا الماسك ده بالسنوركل بتاعته تحفة تحفة بجد. الناس اللي غاوية تتفرج على البحر من تحت وتحب تشوف شكل المية بقى وكده وكمان بتاع السيليكون، البافيتا السيليكون بتاعت الاطفال. وكمان الحاجات بقى اللي هي بتشد اعصاب الايد، من احلى الحاجات اللي بتكون موجودة عندهم. وبجد يبقى حظكم حلو لما تنزلوا ويكونوا منزلين شغل رياضي فعلا. يبقى حظكم حلو اليوم اللي تنزلوا فيه يكونوا، لان في ايام على فكره ما بيكونش معاهم الحاجات السباحه دي. فعلا في ايام ما بيكونش معاهم العاب رياضيه، يعني كل واحد وحظه. تمام. الخوذ ب50 وب75، هما برضو اللي بيحددوا السعر. في كمان عندكم شمسيات كتير قوي زي ما انتوا شايفين، الشمسيه ب50 جنيه يا جماعه. شمسيات كتير ما شاء الله، وشغل تحفه. الرياضي عندهم زي ما قلت لكم تحفه تحفه تحفه. اكتر حاجه بحبها عندهم ودايما بجيبها الحاجات الرياضيه. اي حاجه بقى لتقويه الايد، للتخسيس بقى، لشد الجسم، مش عارف ايه الحاجات دي تحفه. الاحبال عامه عندهم بتبقى كتيره وحلوه. ده جزء ده جزء من عربيه بيبي، بس انا مش عارفه هو انهي جزء او بيعمل ايه يعني، او بيركب فين. البتاعة العجيبة دي بقى انا ما كنتش فاهماها، وحتى ماسكاها بالمقلوب، نزلتها في فيديو صغير كده. فكل اللي شافها قال لي ان دي جزء من عصارة جزر او عصارة الفواكه الجامدة عامة. انا كل ده ماسكاها بالمقلوب يا جماعة، لاني انا مش عارفة هي ايه. تمام. بصوا، تقيل يا تقل، غريب بجد يعني. ده الستاند اللي بتحطوا فيه السكاكين للمطبخ، برضو حلو الصراحة وجديد. في بقى الاطباق يعني كميات عندهم اللي بتكون اللي هي البورسلين، لكن الميلامين يعني بقت نادرة لما تنزل معاهم طبق 2، مش عارفة ليه. كل مرة زي ما قلت لكم الفرش بيكون متغير جدا. ده تقريبا مايك بتاع كمبيوتر او حاجة كده. بصوا. كمان الشنط يا جماعة ساعات برضو بيكون، مش دايما، ساعات بيكون معاهم شنط سفر حلوة قوي. كل الشنط اللي كانت معاهم المرة دي كان كلهم احلى من بعض، ومش مبهدلين ولا حاجة يعني. كلهم السوست شغالة، الدراع الترولي شغال، العجل موجود. الاسعار ما بين 350 300، في حاجات توصل 400 على حسب حالة الشنطة. تمام كده، يعني من 350 ماشي. الشنط هناك من 350 زي ما هو قال لي السعر، قلته لكم. انا كانت عجباني دي قوي الصراحه. تمام. هي اليد بس بتاعتها كانت عايزه الجزء ده يركب فيها عشان تبقى ماسكه، يعني لو اللي ياخدها يوديها بقى لحد يشيكله عليها. تمام. من اكتر الحاجات اللي الناس بتستناها عندهم الشنط، لانها فعلا بتكون حلوه. بصوا دي كمان، دي عجبتني برضو. وزي ما قلت لكم سليمه، ما فيهاش اي حاجه، هي خامتها جلد، والسوسته شغاله، والدراع شغال، والعجل وكله. دي قال عليها ب350، يعني سعرها برضو حلو. دي تنفع مثلا سبت غسيل، والله اعلم، تلموا فيها لعب العيال. قال عليها ب150 جنيه. ده تقريبا والله اعلم يعني البتاع الصلصال اللي العيال بتشكل بيه حاجات. شكل الساعه الخشب دي حلو قوي لاوضه الاطفال. ودي كمان الصباره الراقصه بس المستورده مش بتاعتنا، برضو حلوه قوي. واي لعبة عندهم يا جماعة تحسوها قيمة كده، اي لعبة عندهم تحسوا ان هي خامتها عالية. اقول لكم على حاجة، انتوا لو هتنزلوا للعب مخصوص انتوا الكسبانين. احلى حاجة واحلى مكان تشتروا منه لعب هو فرشة السوق الاوروبي. شايفة البيبي القمر ده ب50 جنيه، تحفة بجد، كيوت قوي. كمان البتاع السيليكون دي فيها جهاز بينور، ماشي، هركبه دلوقتي واوريهولكم. الجهاز ده تقريبا لما بيتحط له حجره بينور، فهي بتبقى زي قطعه ديكور مضيئه او لعبه كده، بجد حلو قوي.
السيليكون بتاعها طري جدا. بصوا ودي لعبة بحر تقريبا، اعتقد ان ده مسدس مية تقريبا، والله اعلم، لانه كله فوم ودي بتتحرك، فتقريبا كده. السابو ده ب50 جنيه. بصوا اتفضلوا، بصوا شكل اللعبة عامل ازاي وحجمها عامل ازاي. بصوا اصلا لو انتوا ماسكينها الخامة بتاعتها كلها عبارة عن حاجة كده سيليكون زي الرابر كده، طرية جدا، وفي نفس الوقت اللعبة من جوه عظم حلو قوي قوي. تمام. كل الالعاب عندهم احلى من بعض. انا بقول لكم لو هتنزلوا مخصوص تجيبوا لعب، انزلوا هاتوا لعب بس من عند السوق الاوروبي، سيبكم من اي حاجة تاني موجودة على الفرش. فعلا اللعب عندهم في حتة تانية. كمان العلب بتاعت الالوان، ساعات بينزلوا علب كبيرة قوي مليانة الوان مية وفلوماستر والوان كتير قوي، زي اللي انا لسه موريها لكم من شوية دي كلها الوان. في كمان الناس اللي بتحب تشتغل بالخيوط وتعمل خرز للاطفال، برضو موجود. كمان في خرز مكرمية قابلته وخيط، هوريهولكم. ماشي، هوريكم كل حاجة. ده تقريبا جرابلي تابلت اهو. بصوا الخرز ده كيس على بعضه، وكان فيه بقى كتير يا عيني مفرط كده في الارض، تقريبا ده كيس اتفتح، فهوريكم بقى من اللي مفرط في الارض شكله عامل ازاي. بصوا كل الخرز عليه ايموجي، شكله حلو جدا. يعني لو مش ممكن مثلا حد يعمله سبحة يبقى شكله ديكوري حلو كده مثلا. بجد ساعات بيبقى حاجات حلوة قوي، ساعات بيكون معاهم حاجات لقطة. بصوا ده شكل الخرز، كل خرزة عليها رسمة مختلفة. ماشي، لقيتهم مفرطين تقريبا كيس مفتوح. دول بقى من اللي مكتوب عليهم كده ان ده زي ورق حائط بيتلزق كده، مثلا ديكور في اوضة الاطفال، فوق السرير كده يعني. هتلاقوا لعب كتير قوي وحاجات كده مفرطة في النص، والله العظيم بتبقى لقطة وتحفة موجودة على الفرش. بس اهم حاجة تدوروا كويس. البيبرونات برضو بتاعت الاطفال دي بيبرونة ازاز ب50 جنيه، حلوة جدا. دي تقريبا حاجة بتطلع صوت لان فيها مخارج للصوت زي ما انتوا شايفين، وفيها مكان للحجارة. شكلها حلو قوي قوي، والماتيريال بتاعتها في حتة تانية، لطيفة جدا، وب35 جنيه. اعتقد ان هي مثلا ممكن تكون بتعمل مزيكا للاطفال عشان تنام او حاجة كده. في كمان الحاجات يا جماعة الدعم الطبي موجودة عندهم برضو بدعامات. تمام، زي ما انتوا شايفين كده. واحدة اتنين مع بعض طقم يعني. ماشي اهو، واحدة مكتوب عليها لليمين والتانية للشمال. ماشي، بس انا مش عارفة بيتلبسوا ازاي الصراحة، وجداد وتحفة الصراحة، لقطة لو حد محتاجهم. يعني زي ما قلت لكم الفرش بيكون عليه لقط، بس كل واحد وحظه مين هيقابل ايه. ده تقريبا حزام بطن برضو، زي لان هم بينزلوا منتجات دعم طبي عندهم كتير في المعارض اللي بينزلوها. ومن احلى الحاجات اللي عندهم الديكورات الخشب، تحفة. دايما بحب لما انزل السوق اعمل لكم فيديو عندهم لوحده، لان انتوا بتحبوا كده، تحبوا الفيديو يبقى بالتفصيل. يعني مرة عملت لكم الفيديو بس سرعته شوية، قلتوا لي لا ما تسرعيهوش، فما بقيتش اسرعه، سبته براحته ونقعد نرغي بقى طول النهار مع بعض. دي بقى ما كنتش عارفاها هي ايه لحد لما قريت اللي مكتوب عليها، لقيت ان هي شوزة للقطة. تمام، شوز للقطط. ماشي اهو. والله مدلعين القطط جامد الصراحة، يعني بجد انا ما كنتش متخيلة ان القطة ممكن تلبس شوز. عندهم كمان حاجات للحيوانات كتير بقى، الحاجات اللي بتتربط بقى اللي هو للكلاب والحاجات دي برضو ما عرفتهاش هي ايه. ماشي، انتوا برضو لو عارفين قولولي، لان فعلا بيكون عندهم حاجات احنا كمصريين ما بنفهمهاش، يعني دي بيعملوا بيها ايه. وبكده يا حلوين تكون خلصت جولتنا عند البيت الاوروبي في سوق التلات في المرج. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وجولة جديدة. ما تنسوش اللايك يا حلوين، تشتركوا في القناة، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.